عارفين ايه اكتر حاجة ممكن تمنع ظهور الموهبة؟ حب الذات. بالظبط، حبك لنفسك، بس لما يكون حب مشروط. انا بحب نفسي علشان انا ذكي، انا بحب نفسي عشان انا بفهمها وهي طايرة، انا بحب نفسي علشان انا ناجح. طيب لو انت منجحتش، لو انت جه موقف او كذا موقف ورا بعض ما كنتش ذكي كفاية، هل ده هيخليك ما تحبش نفسك؟ هنا دي بقى المشكلة. لما نيجي نحب نفسنا بنحب نفسنا بنفس حالتنا، زي كده الأم وابنها. لو في أم عندها ابن بس نقول بتاع مشاكل شوية، ما بيسمعش الكلام، شقي، هل ده هيخليها تبطل تحبه؟ لا، لأن دايما حب الأم غير مشروط. لما يكون الحب غير مشروط فهو بيبقى حب أبدي، مفيش أي حاجة في الدنيا هتهزه، وده اللي مطلوب إنك تحسه لنفسك علشان توصل لنقطة إن أنت توصل لموهبتك الحقيقية. دلوقتي خليني أسألكوا سؤال، أنت تقدر تبص في المراية وتقول لنفسك أنا بحبك كده حتى وانتي كده؟ أنا بحب نفسي من غير ما أكون عملت أي حاجة تخليني أتحب؟ لو لأ، فأنت فعلا مش بتحب نفسك. أنت بتحب النسخة اللي بتريحك من نفسك. أنت بتحب النسخة مثلا اللي بتريح الناس اللي حواليك، بس النسخة دي مش دايما معاك. علشان كده الحب المشروط بيساوي، نخلينا نقول، سجن داخلي ناعم. شكلك لطيف بس بيخليك دايما مرعوب تخسر سبب الحب. هنا مركز الخوف في المخ بيشتغل من غير سبب، تتوتر توتر مستمر، تفضل تقارن، انا شكلي احسن ولا فلان مثلا. في مقارنات بتبقى سامة توكسيك، والخوف ده بيخلي موهبتك بيحصل لها شلل، مش قادر تفكر في حاجة غير أسباب حبك لنفسك. الموهبة مش بتطلع لما تكون حاسس بالخوف، ولا لما تكون مثالي أو حاسس إنك مثالي، أو حاسس إنك محتاج تبقى مثالي علشان تعرف تعيش مثلا. الموهبة مش بتطلع لما تحاول تثبت إنك كويس كفاية. الموهبة بتظهر لما انت تكون في أمان، أمان إنك تكون ناقص، أمان إنك تغلط. عادي إن أنا يكون في شخصيتي حاجات ناقصة، عادي إن أنا أغلط، بس برضو هفضل أحب نفسي. هنا الموهبة تبدأ تظهر. علشان موهبتك تظهر لازم تخلق جواك بيئة أمان، وده بيبدأ بحب ذات غير مشروط. تحب نفسك مش علشان انت ناجح، لا، علشان انت كده كده مميز، حتى وانت بتغلط مميز، حتى وانت مش كفاية مميز، حتى والناس مش بتحبك انت مميز. تحب نفسك علشان انت انسان. ممكن ندي مثال بسيط انا دايما بستعمله. كفاية ان ربنا اجمل حاجة في الدنيا خلقني، انا مخلوقة بايدين، باعظم ايد في الكون، بايد ربنا. ده كفاية ان انا احب نفسي. حب الذات الحقيقي هو الارض اللي الموهبة بتتزرع فيها. كل مرة تسيب نفسك تغلط وما تهربش من شعور النقص، انت بتقرب اكتر منها. الموهبة الحقيقية مش مهارة، الموهبة الحقيقية هي القدرة على انك تكون انت من غير تمثيل، من غير اي مجهود. انت ما تبذلش مجهود علشان تكون انت موجود، انت. هنعمل تمرين صغير، هنجيب ورقة كل يوم قبل ما ننام هنكتب انا بحبني جدا، انا بحبني زي ما انا بحبني مهما حصل. ممكن
تكتبها اكتر من مرة، وممكن تكتفي انك تكتبها مرة واحدة، وممكن حتى لو مش قادر تعمل كل ده قولها لنفسك قبل ما تنام. اهم حاجة ان انت تستمر على التمرين ده على الاقل 7 ايام. بعد ما تجربه، بعد اول 7 ايام ابدأ شوف ايه اللي اتغير فيك، حاسس التغيير عامل ازاي. دلوقتي انت ممكن تسأل نفسك او تسألني، يعني انا لو كتبت انا بحب نفسي قبل ما انام كل يوم، هل كل حاجة جوايا هتتغير؟ مش بالظبط كده، بس خليني اقولك على حاجة ممكن تكون عمرك ما فكرت فيها. زمان لما كنت طفل، قبل ما تتعرض لأي صدمات، ما كنتش بتستنى من اللي حواليك يدولك حب مشروط، ما كنتش بتقول انا محتاج انجح في المدرسة علشان بابا يحبني، ولا كنت بتحب باباك ومامتك علشان بيجيبولك حاجات حلوة. كنت بتجري عليهم بكل براءتك، بكل فشلك، بكل مشاكلك، متوقع الحضن، مستنيهم يحضنوك عادي. لكن مع الوقت بدأت تسمع جمل زي لو جبت درجات وحشة هزعل منك، لو ما كنتش مؤدب مش هحبك، لو ما بقيتش زي فلان فانت مش كفاية، حياة شبه كده. كبرت وانت شايل جملة واحدة على كتافك، انا لازم اكون حاجة علشان استحق الحب. وكل ما تحاول تثبت نفسك كل ما تبعد عن نفسك، كل ما توصل لنجاح تحس انك عايز نجاح اكتر عشان ترتاح. بس الراحة مش هناك، الراحة هنا في اللحظة اللي بتقول فيها لنفسك انا كفاية، انا مش محتاجة اكون خارق علشان اتحب، انا كده كده كفاية. خد نفس دلوقتي وفكر، لو فعلا صدقت الجملة دي، لو فعلا حسيت انك محبوب بدون اداء، بدون اي مجهود، ايه اللي ممكن يتغير؟ تتكلم مع حد، ترتاح، تواجه. لما تحب نفسك حب حقيقي العالم كله بيبدأ يسمع نغمة جديدة جواك، انت نفسك بترسل ترددات مختلفة، ترددات فيها صدق مش استعراض، ترددات فيها عمق مش صياح. وده أصل الموهبة،